اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قناة بنات حياتي. الفيديو ده تكملة الفيديو اللي فات، هنعمل البليلة مع بعض وهنعمل روتين في المطبخ. بس قبل ما ندخل الفيديو ما ننساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس للكل عشان يوصل لك كل جديد. يلا ندخل الفيديو ونقول بسم الله. دي بليلة غسلتها كويس جدا وغلت لها شوية مية، ومع الظهر كده نقعتهم في شوية مية مغليين وغطيت الطبق وسبته على الرخامة في المطبخ لحد المغرب. بعد ما صليت المغرب دخلت بقى على المطبخ، غسلت البوتاجاز وغيرت الفويل وعملت الطماطم، الفيديو اللي انتوا شفتوه اللي فات. بعد كده بقى دخلت عملت البليله زي ما انتوا شايفين. دي المكونات اللي انا هضيفها في البليله، هي دي بس المكونات زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا عملتها قبل كده معاكم في فيديو يعني في القناه، ارجعوا كده اكتبوا فيديو البليله هيجيكم فيديو البليله. اللي ما شافش الفيديو يدخل يشوفه. يلا بقى نعمل البليله مع بعض. جبت حله على النار وغليت ميه في الكاتل عشان لسه هستنى الميه تغلي في الحله. لا، غليت ميه في الكاتل ونزلت بيهم في الحله زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي بقى اجيب البليله هصفيها من الميه اللي فيها وهنزل بقى على الميه المغليه اللي احنا ضفناها زي ما انتوا شايفين كده. انا اليوم ده دخلت المطبخ بعد صلاه المغرب، طلعت منه الساعه 11. عملت الطماطم وغسلت البوتاجاز زي ما شفت الفيديو اللي نزل، وبعد كده عملت البهارات برضو الفيديو بتاع البهارات نزل، وعملت البليله بقى. قلت نكافئ نفسنا بعد الوقفه دي كلها في المطبخ وحاجه كده تدفينا على اخر الليل. ده البليله سبتها على النار، وادي المكونات كلها اللي انا هضيفها في البليله. بس انا مش هضيفها دلوقتي لحد ما البليله تستوي. انا هسيب البليله على نار هاديه تستوي مع نفسها، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. الطماطم دي طبعا انتوا شفتوا الفيديو بتاعها نزل. يلا بقى نكمل مع بعض البليله. ادي البليله بقى استوت زي ما انتوا شايفين كده وشربت الميه اللي فيها اهو زي ما انتوا شايفين. انا لما سبتها على النار ما وقفتش جنبها لحد ما تستوي، لا رحت عملت حاجه تاني ورايا في المطبخ. عملت عملت البهارات اللي انتوا شفتوها الفيديو اللي فات. بس طبعا زي ما انا قلت لكم كان الفيديوهات طويله عشان كده قسمتها لكم. يلا بقى نضيف المكونات اللي معانا على البليله ونشوف هنعملها ازاي. شوف مع بعض المكونات اللي هنضيفها على البليله دي. قشطه، هنضيف قشطه. دي بجيبها بالعلبه كده زي ما انتم شايفين، بخليها في الفريزر وقت ما احتاج اطلع منها. معانا معلقه كبيره لبن بودره، معلقه كبيره لبن بودره. معانا معلقتين كبار كريم شانتيه، معلقتين كبار كريم شانتيه، يبقى معلقتين كبار كريم شانتيه ومعلقه كبيره لبن بودره. تمام كده. معانا كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع سكر اللي هي الكوبايه بتاعه العصير او الميه الكبيره، يبقى كوبايه الا ربع سكر اهو زي ما انتوا شايفين كده. معانا نص لتر لبن، نص لتر لبن. هي دي بس المكونات اللي هنضيفها. يلا بقى نضيفها مع بعض ونشوف هنعمل الخطوات ازاي مع بعض. اهم حاجه يكون ميه البليله اللي احنا سلقناها فيها اتشربت كلها، ما يبقاش الا حبايه صغيرين جدا. هننزل باول حاجه معانا كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع سكر، وهنقلبها كويس جدا لحد ما السكر اللي معانا يدوب كويس زي ما انتوا شايفين كده. طبعا السكر على حسب الرغبه، انا ضفت كوبايه الا ربع سكر، انت ضيفي على حسب الرغبه. تمام كده. معانا باكو فانيليا، نسيت ما اوريها لكم في الاول. انا بحب اضيف الفانيليا بتديها ريحه وطعم ونكهه حلوه جدا. تمام كده. كده بقى السكر ده كويس. هننزل باللبن اللي هو نص لتر لبن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنقلبه بقى كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. ننزل بايه بعد كده؟ هننزل بمعلقتين كبار كريم شانتيه. دي معلقتين كبار كريم شانتيه، بس مش هننزل بيها مره واحده، هننزل حبه حبه عشان ما يلكلكش معاكي زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بحبه واقلبهم كويس جدا وانزل بحبه تاني واقلبهم لحد ما تلاقيهم دابوا معاكي. لو نزلت بيهم مره واحده هتلاقيهم لكلكوا معاكي، لا انزلي حبه حبه وقلبي حبه وقلبي. تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين كده معاكم. اقلبهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين عشان ما يبقاش في حاجه ملكلكه معايا. بعد كده هنزل باخر حبه معايا اهو كريم شانتيه. هفضل اقلبهم كويس جدا لحد ما ما الاقيش اي حاجه معايا ملكلكه. تمام كده. اول ما اتاكد ان ما فيش اي حاجه ملكلكه وكله ده في قلب بعض، هنزل بمعلقه كبيره لبن بودره، معلقه كبيره لبن بودره اهي زي ما انتوا شايفين. برضو هنزل بحبه حبه واقلب عشان ما يبقاش في حاجه ملكلكه. انا مش عايزه حاجه ملكلكه، انا عايزه كله يدوب في قلب بعض زي ما انتوا شايفين كله داب كده. وهنزل بحبه تاني واقلب تاني اهو. هنزل باخر حبه معايا وهقلبهم بقى كويس جدا لحد ما الاقيش اي حاجه ملكلكه ويكون كله داب في قلب بعض. اخر حاجه معايا هنزل بيها القشطه. دي القشطه اللي معايا اهو. طبعا انا مطلعها من الفريزر مجمده، اخدت حته كده بالسكينه بتدي طعم حلو جدا في البليله.
مش في البليله بس، بتديها طعم في اي حاجه انت بتضيفها لها، بتديها طعم ودسامه وبتبقى حلوه جدا. تمام كده. انا هنا برضو باخد حته تاني عشان انا عايزه البليله ليها كده دسامه ويبقى لها طعم حلو كده عشان القشطه. هنا كان في حته كده بالسكينه وباخدها، هبتدي بقلبها كويس عشان القشطه اللي معانا تسيح، عشان طبعا انا مطلعاها من الفريزر زي ما انتم شايفين، انا عايزاها تسيح معايا كويس. هنا بقى هفضي الباكو الفانيليا كله زي ما انتم شايفين اهو، بفضيه كله، بدي لها نكهه وطعم وريحه حلوه جدا اهو. هقلبهم بقى كلهم كويس جدا عشان كله يدوب في قلب بعض، قلبهم كويس عشان كله يدخل في قلب بعض. انا مش هضيف نشا، وهتشوفوا القوام في الاخر من غير نشا ازاي. انا هوطي عليها النار وهسيبها مع نفسها، ونروح بقى نشوف هنعمل ايه تاني، مش هنقف جنبها. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. يا لهو على شكل الحوض، شايفين المنظر؟ الحاجات دي طلعت من الطماطم اللي احنا سبكناها، ومن الحاجات بتاعه البهارات اللي احنا طحناها مع بعض، ومن حاجات البليله. الحاجات دي بقى فضلت في الاخر هنختمها بغسيل المواعين. يلا بقى نغسلهم مع بعض ونتسلى لحد ما البليله يعني تاخد لها غلوه، يكون انا غسلت المواعين ووضبت الحاجه حواليا كده، عشان نقعد بقى ناكل البليله كده على ايه رواقه كده، وبقى ايه مخلصين كل الحاجه اللي ورايا. على فكره انا مسرعه الفيديو عشان ما حدش يقول لي انت اللي بتجري، انت بتغسلي المواعين او ما بتشطفش زي الناس المواعين. لا، بغسلها كويس جدا وبشطفها كويس جدا، بس انا مسرعه الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم. تمام كده. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتيش اعجاب للفيديو، انزلي اعملي اعجاب للفيديو واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس عشان يوصل كل جديد. في رسمه الجرس تحت الفيديو اضغطي عليها، هيظهر لك كلمه الكل، اضغطي عليها عشان يوصل كل فيديو جديد، واعملي مشاركه للفيديو في كل الجروبات والصفحات عشان القناه تكبر بيكم يا احلى اخوات. انا زعلانه منكم عشان ما تتفرجوش الفيديوهات مشاهدتها قليله جدا. انا طالبه منكم تتفرجوا الفيديوهات وما تتخطوش الاعلان، تتفرجوا الاعلان لحد الاخر، وتقولوا لحبايبكم ومعارفكم اشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكم يا احلى اخوات. ده لو بتحبون وبتحبوا القناه. ان شاء الله الفتره الجايه في فيديوهات هتنال اعجابكم، وحاجه كده بسيطه وجميله. يا رب الفيديوهات تنال اعجابكم، بس محتاجه تفاعلكم معايا. هبتدي بقى اشطف المواعين كلها اللي انا غسلتها زي ما انتم شايفين كده. لو عندكم اقتراحات فيديو عايزين اعمله قولولي. عايزين مثلا اصور بره في اسوان واوريكم جمال اسوان برضو قولولي. لو عايزين اعمل بث مباشر ونطلع نتكلم مع بعض وتسالونا على حاجه برضو قولولي. اي اقتراح انتوا عايزين قولوها لي. هبتدي بقى اغسل الطبقات كبيره زي ما انتم شايفين. طب انت ليه عملتي 3 فيديوهات؟ كنت عملتيه على فيديو واحد وخلصتي. انا كنت هعمله فيديو واحد بس لقيت الفيديو طويل جدا، وفي ناس عندهاش واي فاي، عندها باقات، قلت حرام. وبعدين انا مسرعاه، يعني اللي لاحظ في فيديو الطماطم فيديو البهارات والفيديو ده ان انا مسرعاه وطويل. اما لو بقى عملتهم على 3 هيبقى اطول، عشان كده قسمتهم على 3. تمام كده. المصفى دي اللي انا عملت فيها الكمون الفيديو اللي فات، والطاسه دي اللي عملت فيها البهارات برضو، والمطحنه دي برضو اللي عملت فيها البهارات الفيديو اللي فات. تمام كده. اللي ما شافش الفيديوهات اللي فات بتاعت الطماطم وبتاعت البهارات يرجعوا يشوفوها. على فكرة ال3 فيديوهات اللي انا عملتهم قصيت منهم كتير جدا ومسرعه الفيديو وبرده طويل. تمام كده. عشان كده عملت كل فيديو لوحده. هبتدي بقى اشطف المواعين كلها. على فكرة انا مسرعه الفيديو عشان ما حدش يقول لي انت بتشطفي بسرعه وبتغسلي بسرعه. لا، انا مسرعه الفيديو. تمام كده. احنا واقفين كده نغسل المواعين، نقول الاذكار بتاعتنا، نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هبتدي بقى اشطف كل المواعين اللي معايا وهرص كل حاجه في مكانها. هبتدي هنا بقى اشطف السكاكين والمعالق وكل حاجه اللي معايا، وهوديها كده مكانها زي ما انتم شايفين كده. هرصهم كلهم في مكانهم، وهبتدي بقى اغسل الحوض واخليه زي الفل. نرجع بقى نشوف البليله بتاعتنا وصلت لايه. وادي البليله بتاعتنا بعد ما خدت لها غلوتين حلوين كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اغرفها في الطبق التقديم زي ما انتم شايفين كده. شايفين البليله دايبه مستويه وزي الفل، عشان التكايه اللي انا عملتها نقعتها في ميه مغليه وغطيت الطبق وسبته من الظهر لحد المغرب. اخد نص السوا وكملنا السواه على النار. تمام كده. هو ما خدش سوا جامد على النار عشان خاطر نقعتها في ميه مغليه من الظهر لحد المغرب، اخدت نص سوا. تمام كده زي ما انتم شايفين كده. والقوام جميل جدا كمان عشان خاطر الميه بتاعتها شربت ميتها كلها اللي احنا غليناها فيها. عشان كده عملت لي قوام تقيل من غير ما انا اضيف نشا. تمام كده.
هو ده القوام اللي انا قلت لكم عليه. هتشوفوا القوام في الاخر من غير نشا، عشان خاطر انا الميه بتاعه البليله سبتها نشفت خالص، شربت الميه بتاعتها كلها، عشان كده عملت قوام تقيل من غير نشا. زي ما انتم شايفين شكل البليله جميل ازاي، كانت سخنه وجميله زي ما انتم شايفين كده، وطعمها جميل جدا وحلوه جدا في الشتاء كده، وسخنه وبتدفي زي ما انتم شايفين القوام. هاخد حته كده ادوقها معاكم. بسم الله. طعمها جميل جدا تحفه، بألف هنا وشفا للي شاف، وبألف هنا وشفا للأكل. هنا بقول لكم طعمها جميل جدا، احلى طبق بليله في الشتاء زي ما انتم شايفين، احلى طبق بليله كان طعمها جميل وتحفه. يلا بقى هاتي بليله ودفي بيها البيت، حلوه جدا في الشتاء بتدفي، واعمليها بنفس الخطوات وبنفس الطريقه، ان شاء الله تنال اعجابكم. اعملوا اعجاب كتير للفيديو عشان الاعجاب هو اللي بيظهر الفيديو. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش الاعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناه ومشاركه الفيديو وتفعيل زر الجرس للكل عشان نوصل لك كل جديد. نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.